السلام عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من اوت دورز بالعربي. النهارده هنتكلم عن زي ما هو باين كده الكروس بوز. زي ما وعدناكم المره اللي فاتت في الحلقه بتاعه القوس، قلنا الكروس بو كان قاعد هنا، فقلنا هنجيبه ونتكلم عن الكروس بوز. دلوقتي في نوعين من الكروس بوز موجودين معانا النهارده. في النوع التقليدي اللي هو الريكيرف، اللي هو ما فيهوش كامات خالص، وفي النوع الكومباوند اللي هو عباره عن كومباوند بو متركب على البادي بتاع الكروس بو. طيب هتقولوا لي يا محمد ايه الفرق بين الاثنين؟ ده كروس بو وده كروس بو. هقول لك بكل بساطه، ده تراديشنال سرعته 175 ل 200 قدم في الثانيه. ده كومباوند سرعته 420 قدم في الثانيه. طبعا ده اقوى بكتير واسرع بكتير و... والمدى بتاعه اطول. ده ممكن يضرب نفس المدى بس محتاج elevation ومحتاج تمرين شديد جدا. ده هتحط السكوب على الهدف هتضربه. طيب هل ده احنا ضربناه؟ ايه ده؟ لسه ما ضربناهوش. طب ما نجربه. عندك هنا ده الركاب بتاعك، هو نفس الركاب بتاع الخيل. حطه في رجلك، تشد الرمح تشد الوتر بايدك، مفيش مشكله خالص. بعد كده تاخد السهم بتاعك، مفيش رمح المره دي وانها حاولت تطلع بس ايه الحمد لله ربنا ستر. هتركبه عليها. هتفتح الامام بتاعك في الهدف على طول، مفيش كلام مفيش كلام مفيش كلام. طيب بالنسبة للأخ ده، هل ممكن نجربه برضو؟ طبعا مفيش مشكلة، تعالوا نجربه. هتلاقي ان هو شكله مختلف شوية عن ده راكب فيه كامات، مش تقليدي خالص. الوتر بتاعه أقصر من ورا بس الكابل اوفرول أطول. ليه؟ لأن هو بياخد بريشر أعلى بكتير. طيب هل ده ينفع أشده بإيدي؟ ينفع بس لا يفضل، لان بالقوه دي في الكمات دي لو شدته بايدك مش بالحبل بتاعه ممكن ما يطلعش متوازي، تطلع ناحيه اطول من ناحيه. فلما تعمل كده مع القوه الرهيبه في الشد هيكسر لك القوس بتاعك، فما تعملش كده. وهما الاتنين بيستخدموا نفس نوع الاسهم او نفس نوع البولتس. هو شكله هو كده مشدود، هنحط فيه البولت بتاعته سيفتي. يا جماعه من قوته زق التارجت. هي دي مدى قوه الكومباوند بو. وانا مبسوط ان انتوا شفتوا المنظر ده هناك قد ايه هو قوي. طيب الكروس بوز دي نقدر نصطاد بيها ايه؟ نقدر نصطاد بيها اي حاجه مسموح ان انت تصطادها بيها. غزال، كايوت، بوب كات، موس، الك، اي حيوان انت عايزه تقدر تصطاده بالقوس. طيب هل نقدر نصطاد بيه في موسم القوس؟ وده يعني سؤال غريب قوي. قوس في موسم القوس ما ينفعش تصطاد بيه؟ في بعض الولايات بتسمح ان انت تصطاد بيه في موسم القوس، وبعضها بيسمح للناس ذوي الاحتياجات الخاصه بس. يعني لو انت سليم ممنوع ان انت تصطاد بالقوس ده، لان هم بيعتبروه نوع من انواع الغش. زيك كده كأنك بتصطاد ببندقيه. يعني الراجل التاني بقى يلبس كاموفلاج ويحط سنت بلوك ويطلع على الشجره ويفضل قاعد 6 ساعات عشان تيجي غزاله، يشد القوس بتاعه بالراحه عشان يضربها، وانت يا معلم تيجي كده تقول له السلام عليكم 60 يارده بوم جبت الغزاله. عندنا هنا احنا بنستخدمه على طول بسبب طبيعه الستاندز اللي احنا بنقعد فيها. مش كل ستاند بتقدر تقعد فيها تقدر ان انت تشد القوس بتاعك براحتك. عشان كده انا بفضل وانا بصطاد بالكومباوند بو ابقى بره او في بوكس ستاند واسعه، عشان انت لازم يبقى فيه مساحه. بالكروس بو مش فارقه، انت كل اللي انت محتاجه حته قد كده السهم يطلع منها وتبقى شايف من السكوب بتاعك. طيب تعالوا نبص على الاناتومي بتاع القوس ده معمول ازاي. هنبتدي بالريكيرف. في ركاب او الستيرب بتاعك فوق، في رايزر صغير خالص يكاد لا يكون يعني ظاهر. عندك الليمبز نازله في الناحيتين، والليمبز راكب فيها الوتر دايركت، الطرف راكب فيه الوتر دايركت، مفيش كمات خالص، هو واصل على هنا وواصل على هنا على طول. بعد كده عندك الجسم بتاع القوس نفسه كله حته واحده. يعني دي كلها هنا من اول هنا لحد هنا حته واحده، فيها التشانل وفيها البولت سبرينج دي اللي بتمسك
البولت بتاعتك ان هي ما تقعش من بره القوس، وورا هنا في السيفتي واللاتش اللي هو بيسيبه، والتريجر سيستم بتاعك. وبعدين طبعا في هنا البروتكشن بتاع صبعك، عشان ده بيجي بسرعه جدا، لو انت صبعك فوق والثumb بتاعك فوق ضرب فيها هيقطعه. وبعدين عندك جريب تحط فيها ايدك، فهو لذوذ جدا يعني. هو الصغنن ده انا بحبه مش بحبوش. و... وده القوس ده شخصيا قبل كده ضرب غزاله في موسم القوس ده، ضرب بيه تشارلز غزاله، ويعني اثبت كفاءته بصراحه. وهو قوس مش غالي يعني، ده ممكن تجيبه مثلا ب $200، 225 دولار جديد، مستعمل 150 دولار 120 دولار. وظريف يعني على المسافه القصيره 10 20 30 يارده، مش وحش خالص. لو انت عايز تخدمه او عندك ابن عايز يدخل الصيد سنه مثلا 12 سنه 13 سنه، ده قوس مناسب جدا. ده اتقل شويه واغلى شويه يعني، النوع ده بيمشي بين 350 دولار 400 دولار شغال مفيش مشكله، بيفضل يطلع معاك يطلع 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 2800 2700 على حسب القوس وعلى حسب امكانياته. في اقواس مش لازم تستخدم يعني، شفت لما ركبت الحبل وشديته، في قوس تاني في دراع هنا انت بتلفه بيشد لك الوتر. في اقواس تانية اسرع من كده بكتير كمان، في اقواس تانية فيها نايت فيجن، يعني في حاجات متطوره جدا. احنا بنصطاد بحاجات معقوله وفي نفس الوقت مسليه جدا وظريفه ومثبته يعني انا متاكد ان انا ضربت حيوان قبل كده بالقوس ده ونزلته، يعني الحاجات دي مجربه. ده هنا في الكويفر راكب فيه، ده الكويفر ده احنا بنشيله، اللي هو الحامل بتاع الاسهم بتاعك. ده مختلف شويه عن التاني، لان انت عندك هنا الركاب او الاستيراب راكب فوق، وبعدين عندك رايزر كامل. يعني ده اكنه يعني لو حطيت ايدي كده وبصيت فوق هتلاقيه ده قوس لوحده، يعني ده كومباوند بو لوحده. عندك الرايزر، عندك 2 ليمز نفس الكومباوند بو بالظبط، عندك كامتين جمال جدا راكبين هنا، عندك كابل مربوط بوتر سترينج نفسه، وعندك 2 دامبرز عشان يشيلوا الصوت الرهيب والقوه الرهيبه بتاعه الوتر ده وهو جاي بقوه 420 قدم في الثانيه. بعد كده عندك تشانل، والبادي بتاعه برضو لو خدتوا بالكم حته واحده بس، ده متطور شويه لان ده فيه بات ستوك بتاع بندقيه. طبعا هنا البولت سبرينج اللي بيمسك البولت بتاعتك، سيفتي لاتش اي ار هاند جريب، فطبعا ظريف جدا جدا جدا، ومن الاقواس اللي انا كنت بحب اصطاد بيها يعني. انا بفضل الكومباوند بو، بس الامبوش ده مش وحش، معقول جدا لسعره. لو انت جديد في الصيد وعايز تطلع تلحق موسم الغزال، القوس ده مناسب جدا، والاقواس دي ممتعه. بس لازم تخلي بالك بقى ان كل ما القوس بيبقى مور ادفانسد كل ما السيفتي بتاعه بيقل شويه. يعني هنا مثلا الهاند جارد بتاعه صغير، ممكن ما تاخدش بالك تحط صبعك فوق تضيعه. التاني كان السيفتي بتاعه اعلى ومشدود لتحت، فتخلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان انت لو بتضرب وصبعك فوق كده مثلا قريب من كده الوتر ده هيطيره. يعني ايه، خلي بالكوا ارجوكوا و... وتابعوا السيفتي. ودايما قبل ما تضرب حاجه تبص على التارجت بتاعك وتبص على اللي وراه، لان القوس ده لما بيضرب بيدخل بيعدي في الغزاله وبيطلع من الناحيه الثانيه. يعني انتوا شفتوا هناك عوج التارجت نفسه، فانت لو بتضرب غزاله ووراها غزاله ثانيه او وراها حيوان ثاني خلي بالك لان هو هيعدي وهيضرب. ارجو ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم، هي حلقه سريعه. انا والله العظيم الحلقه دي مثلا دي المره ال 19 اللي انا بحاول اسجلها فيه، كل مره حاجه كانت بتحصل. انا كنت واقف دلوقتي قاعد بقول ربنا يستر ايه، ما مفيش حاجه تحصل يعني. فاتمنى ان هي تكون عجبتكم، وشكرا لمتابعتكم، وشكرا لكل تعليقاتكم، وشكرا للحب. واللي بيعلق تعليق ملوش لازمه برضه شكرا، احنا ممتنين ليك ان انت اصلا اتفرجت على الماتيريال بتاعتنا، سواء الماتيريال عجبتك او ما عجبتكش. احنا بنشكرك لوقتك، وبنحاول ان احنا تكون ردودنا جميله وظريفه. يا جماعه ساعدونا يعني، لما تدخل تتفرج على حاجه والحاجه عجبتك او حسيت ان الحاجه قويه، يعني مش لازم تلبسنا في الحيطه يعني. ممكن بكل بساطه تقول يا جميل جدا شكرا، او ما تقولش، ده براحتكم يعني. بس خليكم رايقين معانا، يعني احنا نبقى رايقين معاكم و... وان شاء الله ماتيريال جايه احلى. وتابعونا على القناه بتاعتنا بتاعت يوتيوب، وشكرا جزيلا. مساءكم زي الفل. السلام عليكم. نلحق نجري قبل ما ايه، قبل ما حاجه تحصل. يلا صباح الفل.